بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم حسام فوزي، وان شاء الله النهارده معانا الدرس الاول من سلسلة دروس فوتوشوب. السلسلة دي ان شاء الله هشرح فيها برنامج الفوتوشوب بي سي 2017 الاصدار الاخير. ان شاء الله السلسلة دي تبقى سلسلة متجددة، وان شاء الله نحاول نتعلم برنامج مع بعض. السلسلة موجهة للناس المبتدئين اللي ما تعرفش اي حاجة عن البرنامج، الناس اللي عايزة تدخل مجال الجرافيك. ان شاء الله السلسلة دي هتحطوا رجلكم على اول الطريق وتقدروا تكملوا بعدها. ومجال الجرافيك زي ما احنا عارفين مجال مربح جدا، فاتمنى انها تفيدكم، وان شاء الله نتعلم البرنامج مع بعض. فبسم الله الرحمن الرحيم، نبتدي. زي ما احنا شايفين كده قدامنا، اول حاجه بتقابلنا بعد ما بنفتح البرنامج هي القائمه اللي قدامنا دي، القائمه اللي بنختار منها مقاسات التصميم بتاعنا، مقاسات الصوره اللي هنعملها، مقاسات الحاجه اللي هنعملها بعد كده. نختار اول حاجه بنختار الاسم اللي هو مثلا تصميم الاول. تاني حاجة بتقابلنا العرض والارتفاع، دول على حسب التصميم بتاعك انت زي ما انت عايز. الريزوليوشن 72. الكالر مود مهم جدا، الجزئية دي يا جماعة ناخد بالنا منها. ان في اتنين كالر مود مهمين جدا. اول واحد الار جي بي كالر، تاني واحد السي ام واي كي. الار جي بي كالر ده لو هنختاره امتى؟ ده بنختاره لما يكون التصميم بتاعنا هيتعرض على شاشات، تمام. السي ام واي كي ده بنختاره امتى؟ لما يكون التصميم بتاعنا هيطبع. ده مهم جدا نبقى عارفين النقطه دي عشان ما يحصلش لخبطه بعد كده. والار جي بي كلر احنا مش بنحتاج معاه في ريزوليوشن اكتر من 72، تمام. اما بالنسبه للسي ام واي كي الريزوليوشن بتاعنا بيبقى 300، وطبعا كلنا عارفين كل ما الريزوليوشن بيبقى كبير كل ما الصوره حجمها بيكبر. وبعد كده بندوس كرييت. بعد ما بندوس كرييت دي الانترفيس الرئيسية بتاعت البرنامج اللي ظهرت لنا. لو انت عندك انترفيس بتاعتك مش شبه دي فما تقلقش، كل الحاجات اللي هتبقى قدامك دي سهلة تتظبط. انا عايزك بس دلوقتي تاخد بالك من 3 حاجات. اول حاجة هتشوفها هي التولز اللي على ايدك الشمال دي، تمام. التولز دي اللي هنستخدمها في التصاميم بتاعتنا. القوائم اللي فوق دي. تالت حاجة اللايرز، ودول بس اللي انا عايزك تاخد بالك منهم. غير كده انا عايزك تلعب في البرنامج تشوف، عايزك تجرب عادي مش مشكلة، الدنيا مش هتبوظ يعني. ولو باظت انا هقول لك ترجع الحاجات دي ازاي. عايزك تجرب. احنا مثلا لو دوسنا هنا هتلاقي ان في حاجات بتظهر هنا. لو دوسنا على دي كده تمام، لو حبينا نشيل ده كده نعمله دراج هنا، تمام. دي حاجة اسمها دراجنج. فعادي كل حاجة انت بس عايزك تجرب بايدك علشان تتعرف على البرنامج اكتر. ولو الدنيا باظت منك كل اللي انا عايزك تعمله انك تروح بس هنا فوق فوق, فوق خالص في اليمين هتلاقي السهم الصغير ده، هتدوس عليه هتلاقي حاجة اسمها ريسيت اسينشال، هتدوس عليها. بعد ما تدوس عليها دي هترجع لك كل حاجة زي ما كانت. وكده يبقى خلصنا الدرس الاول، واتمنى يكون الشرح عجبكم، واستنوني ان شاء الله في الدروس الجاية. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.